لماذا خلق الله الكون؟ يسأل الأخ أحمد. يا سيدي، خلقنا لكي نعيش بسعادة ولكي يعطينا هذا العطاء، لكن كل المطلوب مننا لا يوازي أصلا الثواب الذي سوف نأخذه. ونعطي مثال رائع ورد في سورة النبأ أو ما تسمى سورة عمة. نعم. نلاحظ ما يلي. عن الكافرين قال يعني جزاء وفاقا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا، إلى أن يقول جزاء وفاقا يعذبه بقدر الذنب ولا يعذبه أكثر، دليل رحمة الله. لكن لو كانت الجنة وفاقا لا أحد يدخل إليها إطلاقا. لماذا؟ ما حد يستاهل. نعم. لماذا سيدي؟ نلاحظ أن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، إلى أن يقول جزاء من ربك عطاء، فالجنة عطاء وليست وفاق. لماذا؟ إليه تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذا الإنسان بيعيش 50,000 سنة، عمره عند الله ابن يوم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نحن حتى وصلنا عام 2000 احتفلنا جدا، باقي علينا 48,000 سنة تيتسجل يوم. أيوة. فلما الإنسان عم بيعيش 100 سنة وعلى الآلة الحاسبة عمره أمام الله ثانية ونصف. على الآلة الحاسبة إذا عاش 50,000 سنة عمره ابن يوم. سبحان الله. ف100 سنة بدل 50,000 عمره ثانية ونصف. نوم هي ثلث حياته نوم، مراهقة وطفولة. فعمرنا الفعال أمام الله لا يتجاوز النص ثانية وليكن ثانية. سبحان الله. إذا الإنسان أمضى عمره كاملا سجدة واحدة فهو سجد إلى الله ثانية واحدة. فهل هذا يعطيه أجرا عظيما؟ أبدا. لذلك نلاحظ أن العبادة هي رمزية، فالله ليس بحاجة إلى العبادة، لكن هو يعني إطاعة رمزية فقط. فلو الله يريد لنا العبادة لترك لنا قسم من العبادة إلى الجنة. صحيح. يعني حياة دائمية. قال في الجنة لا أريد منكم لا صوم ولا صلاة يعني ولا عبادة، لكن طيعوني الفترة الصغيرة وسأعطيكم عطاء. إذا خلق لكي يسعدنا. يعني ولذلك جهنم هي حيز مغلق نسميها محرقة نفايات في الكون، لأنه مكانا ضيقا، لكن جنة عرضها السماوات والأرض. فلو يريد الأكثرية إلى جهنم لكان جهنم أكبر من الجنة. يعني فهو قال جنة عرضها وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولم يقل سارعوا إلى جهنم.